الإخوان سلام الله عليكم. أنا عارف أن الأغلبية فيكم طلبة، وعارف أن الأغلبية فيكم ما عمرو حل حتى الكابو ديال الطوموبيل باش يشوف داك الكم الهائل ديال الخيوطة والفيوزات ديال الضوء. حتى اللي حلو فيكم المرة الأولية أكيد أنه قال مع راساتو اش هاد الروينة. وباش ما نخلعكمش، الطوموبيلات دابا ما بقاتش كلاسيك بحال شحال هادي، ضروري تدخل الإنسان في أي كوموند كتعطيها للموتور. دابا الطوموبيل عندها سيرفو اللي هو اللي كيقوم بدورة الإنسان في توزيع المهام، وباش يوزع هاد المهام بحال السيرفو ديال بنادم خاصو الكهرباء اللي كتمشي في السيالة العصبية لكاع لي زورغان ديال الجسم. ايوا راه حتى الطوموبيل بحال هكا خاصها كهرباء، وفاش كنقولوا كهرباء فراه حنا كنهضروا على طونسيون، كورون، ريزيستانس الى اخره. دونك باش نمشيو بعيد في الدومين ديال الدياغنوستيك اوتو، ضروري ما خاصنا نضبطوا الالكتريسيتي اوتوموبيل، الحاجه اللي غادي تكون مدخل الالكترونيك ديال السيارات عموما. دونك الدرس ديالنا غادي يكون الالكتريك اوتوموبيل. فهاد الدرس غادي نهضر معكم بالدارجه باش نبسطوا المعلومه وباش نفهموا الضوء. اول حاجه خاصنا نديرو هي نهبطوا عند داك الجزء الصغير اللي مكون الماده. اللي خاصكم تفهموا هو ان الماده كتكون من جزيئه وحده او اكثر، والجزيئه بدورها كتكون من ديزاتوم اي ذرات، وذره وحده مكونه من نواه والكترونات. بالنسبه للنواه كتكون من دو بارتيكول، كاينين نوترونات، هادو دي بارتيكول اللي ما عندهمش شحنه كهربائيه اي محايدين كهربائيا، وكاين لي بروتون، هادو دي بارتيكول اللي عندهم اون شارج بوزيتيف مربوطين بيناتهم بطاقه نوويه وصعيب يتحركوا بسبب هاد الطاقه. بمعنى اخر الا بغينا نحركوهم فراه من الضروري نطبقوا عليهم طاقه نوويه اللي كبيره. اما الالكترونات فهما من جهه خفاف على البروتونات، وكتكون عندهم طاقه اللي صغيره بزاف مقارنه بالطاقه النوويه اللي عند البروتونات في النواه، وهذا الشيء اللي كيخلي التحرك ديالهم سهل. ومن جهه اخرى لا شارج ديالهم نيجاتيف، هذا الشيء اللي كيخلي الالكترونات كيدوروا اوتور ديال النواه في دي زوربيت اي في مدارات. والغريب في هذا الشيء كامل سبحان الله، مع ان الكم ديالهم الهائل الا ان حتى وحده فيهم ما كتصادم مع الاخرى. وباش ما نهربوش هذا الشيء راه غيدينا الفيزياء الكم، نبقاو في موضوعنا. المهم اللي خاصكم تعرفوا هو ان طبيعه الشحنه السالبه ديال الالكترونات هي اللي كتخليها في تنافر دائم مع النواه باش ما تسقطش وتلاصق معها. دونك من هنا كنفهموا ان دو بارتيكول عندهم نفس لا شارج الكتريك كيوقع لهم ما يسمى بريبولسيون اي تنافر، ودو بارتيكول عندهم شارج الكتريك متعاكسه كيوقع لهم ما يسمى بلاتراكسيون اي تجاذب. هادشي كاملو غادي يدينا باش نفهمو مزيان المعنى الحقيقي ديال ان كور كوندكتور اي موصل، و ان كور ايزولون اي جسم غير موصل. نبداو بكوندكتور. لي كوندكتور الاخوان بحال الكويفر، النحاس ولا لو فير الحديد، وعموما كاع لي ميطو اي المعادن كامله. في لي كوندكتور بحال هادو كيكونوا الالكترونات عندهم واحد لا ليبرتي اكثر باش يديبلاصاو من ذره لذره اخرى، عكس لي زيزولون اي عكس العوازل. هاد الالكترونات في لي زيزولون ما كتكونش عندهم ديك الحريه اللي كتكون عندهم في لي كوندكتور. علاش؟ حيت تو سامبلومون كتكون عندهم روابط كيميائيه قويه اللي كتربطهم بالذره، وهادو هما اللي كنتو كتسميهم في الليسي الروابط التساهميه. بحال الا بغيتي تقول الالكترونات في لي كوندكتور ساهلين يخويو البلاد، اما لي زيزولون فراه كيكون عندهم روابط قويه بالبلاد ديالهم وصعيب ينتقلوا، خاصهم قوى خارجيه كبيره اللي تدفعهم. ودابا ننتقلوا لي سيمي كوندكتور. هادو كتجمعهم خصائص مشتركه بين لي كوندكتور ولي زيزولون بحال السيليكون مثلا او الجرامونيوم. ودابا غادي ندوزو لي بون كوندكتور، واللي هما لي ماتيير ميتاليك بحال النحاس، الحديد الى اخره. هادو كيتسماو لي كوندكتور ديليكترون. فاش كنسدو لو سيركوي الكتريك اونتر لي بورن ديال هاد لو كوندكتور ميتاليك، اش كيوقع هنا؟
كتخلق اون ديفيرونس دو بوتونسييل انتر هاد لي بون، اي اختلاف الجهد بين الطرفين، يعني بين هاد جوج النقط ديال هاد لو كونديكتور. هادشي اللي كنسميوه باللغه ديال القرايه لا طونسيون. وبالتالي كاع لي زيليكترون في هاد الميتال كيتحركوا من المدارات اللي كيدوروا فيها وكيديبلاصاو بطريقه منتظمه، اي اوردوني، من الجهه السالبه الى الجهه الموجبه. هادشي كامل علاش؟ باش يحاولوا يقادوا هذاك الفرق ديال الجهد اللي كاين بين الاطراف ديال الكونديكتور. وهاد الحركه ديال الالكترونات هي اللي كنسميوها بلو كورون إلكتريك. و با كونفونسيون انترناسيونال كنقولوا ان اتجاه التيار كيكون من القطب الموجب الى القطب السالب. هاد لا كونفونسيون دارت غير باش تسهل الحسابات، اما الحقيقه ان الالكترونات راه كيمشيو عكس التيار، وهذه مهمه خاصكم تعرفوها. دابا السؤال هنا، واش كاينين غير لي ميطوب بوحدهم هما اللي بون كونديكتور، يعني المعادن هما اللي احسن موصلات زعما؟ لا، كاينين دي بون كونديكتور محاليل او سوائل، وكنسميوهم بلي كونديكتور ايون. لي كونديكتور ايون هما دوك المحاليل والسوائل واللي كتكون موصله كهربائيا. فهاد لي كونديكتور ايون اللي كتنقل لينا لا شارج الكتريك هما لي بارتيكول اللي كنسميوهم بلي زيون، اي الايونات. بمعنى ان الايونات هي اللي كتكون ناقله للشحنه الكهربائيه. شنو كيوقع هنا فاش كنطبق على هاد لو كونديكتور اون طونسيون اونتر لي بول ديالو؟ هاد الليكيد كيوقع ليه ما يسمى باليونيزاسيون، اي التأين بالعربيه. كينقسموا لي زيون اللي فيه من دي زيون بوزيتيف واللي كنسميوهم دي كاتيون، والاخرين نيجاتيف اللي كنسميوهم بديزانيون. لي كاتيون بيان سور كيديبلاصاو كيقصدوا لو بول بوزيتيف، ولي زانيون كيقصدوا لو بول نيجاتيف. وبالتالي كتخلق لينا قنطره وهميه الا بغينا نقولوا بين اقطاب بجوج، وكيولي السيركوي فيرمي، وبالتالي الشحنات كتنتقل عبر هاد الحركه ديال الايونات بين لي بول، وكيتولد لنا لو كورون الكتريك. وباش نبقاو في السياق ديال لا ميكانيك اوتو، نعطيو اكزامبل بلي تانسيل كريي باغ لا بوجي داليماج. في المحرك لا بوجي داليماج مكونه من دو بول الكتريك، وعقلوا عليهم مزيان. كاين الالكترود سنترال والالكترود ماس. هادو جوج اقطاب كيتباعدوا بيناتهم بمسافه ديال 0.6 حتى ل 1.2 ملم في الطوموبيلات ايسانس. وهاد المسافه هي اللي كنسميوها بالغاب او بالفرنسيه ايكارتمون. اش كيوقع او نيفو ديال لا بوجي داليماج باش تعطينا ايتانسيل؟ منين كتطلع فيها اون طونسيون اللي كبيره بزاف واللي تقدر توصل حتى ل 30,000 فولت، هاد لا طونسيون اللي كبيره كتكسر مقاومه ديال لو ميلونج اير كاربيرون وكيولي ايونيزي، وبالعربيه كنقولوا ان هاد لو ميلونج ولا مؤين، وكيتحول لان كونديكتور ايون. وبالتالي كيولي عندنا لو سيركوي فيرمي اونتر لي زيليكترود ديال لا بوجي داليوماج، اي اونتر الالكترود ماس اي الالكترود سنترال. دابا عندنا كورون الكتريك دايز ما بين لي زيليكترود ديال لا بوجي داليماج في ان لابس دو طون اللي صغير بزاف، كتخلق لينا وكتكريا لينا هذيك لي تانسيل في داك ليسباس اللي ما بين لي زيليكترود اللي مكون من لو ميلونج اير كاربيرون اللي ولا بيان سور ايونيزي. دابا الملاحظه ديال المشاهدين هي انه واش في اي كونديكتور ايون الا طبقنا عليه طونسيون غادي تخلق لينا ايتانسيل؟ الجواب هو لا. باش تخلق لينا شراره خاصنا نطبقوا على هاد لو كونديكتور ايون اون طونسيون اللي كبيره على لا طونسيون كلاكاج ديالو. حيت اللي خاصكم تعرفوا هو ان كاع لي كونديكتور ايون وحتى لي زيزولون عندهم لا طونسيون دو كلاكاج خاصه بهم. اين فوا كتفوتها كتخلق شراره في هذا الوسط. وباش تفهموا هذا البلان مزيان تخيلوا معايا، كنقول تخيلوا معايا الاقطاب بجوج ديال لا بوجي داليوماج هما الارض مع السماء مثلا، والميلونج كاربيرون هو الهواء والسحب لي نياج اللي كاينين بين الانسحه القوم السماء والارض. شنو كيوقع في الحاله ديال البرق واللي هو بمثابه لي تانسيل في لا بوجي داليوماج؟ دابا غير تخيلوا معايا
السحب والهواء هم عوازل كهربائيه نورمالمون، كنقول نورمالمون، وهذا اصلا هو تجسد ديال رحمه الاله سبحانه وتعالى. اما سينو راه كون شالات فينا العافيه شحال هادي. دونك شنو كيوقع هنا حتى كيوليو السحب والهواء موصلين كهربائيين وكيبان لينا البرق في السماء. لا طونسيون ديال الهواء تقريبا هي 3 المليون فولت. الحاله ديال البرق كيجي واحد النوع ديال السحب كبارين كيوقعوا تما في وسطهم تصادمات كبيره بين مكونات اللي كاينه في وسط دوك السحب، البلورات نتاع الثلج، التبروري الى اخره. هذاك الاحتكاك كيولد لينا تكهرب، الشيء اللي كيطلع لا طونسيون ديال دوك السحب، التوترات اللي كبيره واللي كتفوت لا طونسيون دوك لاكاج ديال الهواء والسحب. كتهرس لينا ليزولاسيون ديالهم فواحد لابس دو طون اللي كيكون صغير بزاف، وكيوليو موصلين كهربائيين وكيبان البرق، واللي في غالب الاحيان كيكونوا شحنات سالبه اللي كيتفرغوا في الارض بيان سور اللي كتعتبر قطب موجب. وبهكا تقدروا تفهموا المعنى الحقيقي ديال كيفاش حتى كتشعل لينا لي تانسيل في داك ليسباس اللي ما بين الاقطاب بجوج ديال لابوجي داليوماج. وندوزو دابا نفصلو في هاد لي غروندور الكتريك كاملين اللي سمعتو، ونبداو بلا طونسيون. اللي خاصكم تعرفوا هو ان كل شيء في الالكتريسيتي عنده علاقه بلي شارج الكتريك اللي كتحملها لي زيليكترونات ولي زيون. هاد لي زيليكترون عندها شارج مخزنه فيها، اي كميه ديال الضوء مخزنه فيها، وكل ما كان فرق الجهد بين جوج النقاط في هاد لو كونديكتور، هاد لي زيليكترون كيتحركوا بحريه وقوه اكثر. وباش نفهموا هاد البلان ناخذوا بطاريه صغيره اللي كتخدم ب 12 فولت. تنقولوا انها عندها فورس الكتروموتريس تساوي 12 فولت، واللي كنرمزوا لها ب FEM. بمعنى اخر كل كولومب من الالكترونات اللي كاينين في هاد البيل عنده 12 جول ديال الطاقه باش يقدر يحرك لا شارج من القطب السالب الى القطب الموجب. والكولومب هو وحده قياس ديال لا شارج الكتريك، والتعريف ديالو هو لا كونتيتي دي شارج الكتريك ترانسبورتي باغ ان فلو d'électrons ou d'ions dans un conducteur. ولكن السؤال هو شكون اللي كيخلي هاد لي زيليكترون تحرك اصلا؟ اللي كيخلي هاد لي زيليكترون تحرك هو الفرق ديال الجهد بين جوج ديال النقط في هاد الكوندكتور، واللي كنسميوها بلا طونسيون الكتريك. دونك لا طونسيون الكتريك الا بغينا نقولوا هي ديك لا فورس اللي كتدفع لينا الالكترونات باش يتحركوا وسط لو كوندكتور بين جوج ديال النقط، او بمعنى ادق هو الطاقه واللي كيمتلكها كولومب واحد، وهي اللي كتجبر الالكترونات او الشحنات باش يتحركوا بين دوك جوج ديال النقط في الكوندكتور. ولا طونسيون باللغه ديال القرايه هي V égale E sur C، اي لا طونسيون كتساوي لينيرجي مقسومه على لا شارج. دابا الا خدينا اكزامبل ديال لا باتري نيت، اشنو غادي نلقاو؟ في الاول لا باتري فاش تصنع النهار الاول وقعت تفاعلات كيميائيه اللي خلات الالكترونات تكدس لينا في لو بور نيجاتيف ديال لا باتري. هذا الفرق في العدد ديال لي زيليكترونات اللي كاينين بين لي دو بول ديال لا باتري هو اللي خلق لينا النيت، الفرق في طاقه الشحنات اللي كاينين بيناتهم. وهذا النيت هو اللي كنسميوه بلا فورس الكتروموتريس ديال لا باتري. دونك دابا كاينه طونسيون عند لا باتري واللي عارفينها، وبالتالي لا طونسيون ديال لا باتري est égale à la force électromotrice est égale à l'énergie sur la charge. إذن هاد لي زيليكترونات هما إلا بغينا نقولوا في حالة سكون، هما راه ماشي في حالة سكون مي اعتبروهم بحال هكا، هما في حالة سكون في لا باتري، مازال ما لقاوش الطريق فين غيتحركوا. وباش نخلقوا حنا هاد الفلو ولا هاد الطريق خاصنا نخلقوا سيركوي بين لي دو بول، بين لو بول بوزيتيف و لو بول نيجاتيف ديال لا باتري. دونك اون فوا كنخلقوا هاد لو سيركوي كيتخلق لينا هذاك لو فلو واللي هو النيت اللي كنسميوه بلو كورون الكتريك. دونك لو كورون الكتريك هو الموفمون ديال لي شارج الكتريك dans un conducteur. لو كورون الكتريك كاينين دو تيب اللي خاصكم تعرفوهم، كاين لو كورون كونتينيو et le courant alternatif. نبداو بلو كورون كونتينيو اللي كنرمزو ليه بالسي سي
واللي هو التدفق ديال لي شارج الكتريك في اتجاه واحد وبقيمه ثابته الشحنات اللي كدوز في كل وحده زمنيه اي بشده ثابته. وبالتالي لي زيكواسيون كتكون على الشكل التالي اي اللي هي لانتونسيتي دو كورون الكتريك كتساوي لا شارج اللي كنرمزوا ليه بكو على وحده الزمن تي. بيان سور لونيتي دي ميزور ديال لا شارج هي الكولومب والتي هي السكوند والكورون هي الامبير. وناخذ نيت لا باتري كوم اكزامبل على لو كورون كونتينيو ودابا ندوزو لو كورون التيرناتيف اللي كنرمزوا ليه بالسي ا. فهاد لو تيب عكس لو كورون كونتينيو كيتبدل الاتجاه والقيمه ديالو مع مرور الوقت حتى هي كتبدل. ودابا ندوزو لا ريزيستانس. اول سؤال تقدر تطرحو مع راسك هو شنو هي هاد لا ريزيستانس وفاش كنحتاجوها. واللي نقدر نقول لك باللي بلا مقاومه ما كناش نقدروا اصلا نصايبوا حتى شي جهاز كيخدم بالضوء، حيث تو سامبلومون كانوا جميع الاجهزه يقدروا يتحرقوا. علاش؟ بسبب شده التيار اللي كتكون كبيره والغير متحكم فيها. دونك المقاومه غير مسميه جات باش تقاوم لنا شده التيار باش نقدروا نتحكموا في الطاقه الكهربائيه كي بغينا. وبالتالي كتكون ليكواسيون ديالها هي R اللي هي لا ريزيستانس ولا لا فالور دو ريزيستانس واللي كتكون بالاوم ايتيغالا لا طونسيون اللي كتكون بالفولت سور لانتونسيتي دو كورون اللي كتكون بالامبير. في لا ريزيستانس كاينين دو تيب، كاينه لا ريزيستانس فيكس اي لا ريزيستانس فاريابل. الفيكس هما دوك المقاومات اللي القيمه ديالها ثابته اي فيكس وكنكونوا عارفينها بوندون لا برودكسيون ديالنا ليها، يعني من خلال التصنيع ديالها النهار الاول كنكونوا عارفين القيمه ديالها. ولا بغينا نبدلوا القيمه ديالها ضروري ما خاصنا نبدلوها هي نيت. اما لا ريزيستانس فاريابل فهي لا ريزيستانس اللي كنتحكموا في لا فالور ديالها بشكل يدوي، مثلا بواسطه البوتنسيومتر او الريوستات او بواسطه التحكم عن بعد بشي كونيكسيون مثلا او لا شي حاجه بحال هكا. بالنسبه للبوتنسيومتر هي مقاومه اللي كنقدروا نتحكموا في لا فالور ديالها عن طريق شي سلايدر ولا شي بوطونه ولا شي حاجه بحال هكا تتحرك. وليكواسيون اللي كنستعملوها هنا هي ودابا غادي ندوزو لا لوا دوم. دونك الى عندنا دي ريزيستانس وطبقنا عليها طونسيون لو كورون الكتريك كيتحرك حسب لا لوا دوم. بالتالي ليكواسيون كتكون عندنا هي اي كتساوي U sur R. دونك كل ما زادت لا طونسيون لو كورون كيتزاد. بيان سور هادشي اذا حافظنا على نفس القيمه ديال لا ريزيستانس، وكل ما زادت لا ريزيستانس لو كورون كيتنقص. بيان سور هادشي الا حافظنا على نفس لا فالور ديال الطونسيون. نعطيكم مثال عملي من الطوموبيل نيت باش نبقاو عمليين اكثر. في السيارات الحديثه كيكون عندنا بيدال داكسيليراسيون واللي هو الكسيراتور. هاد الكسيراتور كيخدم تحت نظام الكتروني مرتبط بالبوتنسيومتر. هاد البوتنسيومتر كيعبر لنا مقياس زاويه الدوران ديال لو بيدال داكسيليراسيون اي شحال بركنا عليه. هاد الحركه ديالنا ديال البيدال كتغير من لا ريزيستانس من R1 ل R2، الشيء اللي كيخلينا نتحكموا في لا طونسيون ديال لو كابتور ديال لو بيدال داكسيليراسيون، وبالتالي تنتحكموا في شحال ديال الريح وشحال ديال الكاربيرون غادي يتحرق. وهكا غادي نكونوا زدنا في السرعه ديال الطوموبيل انطلاقا من لا ريزيستانس فاريابل اللي كنتحكموا بها بالبوتنسيومتر اللي مرتبط بالحركه ديال لو بيدال داكسيليراسيون. ودابا غادي ندوزو نعرفوا بلا بويسونس لو ترافاي او لو روندمون. لو ترافاي هو الطاقه المستهلكه باش نقدروا نحركوا دوك لي شارج فاش كيكون عندنا داك الفرق ديال الجهد. وليكواسيون ديالها هي W égale U fois I fois T. بمعنى le travail W est égal à la tension U fois l'intensité du courant I fois le temps. يعني في شحال ديال الوقت. لا بويسونس عاود هي ديك الطاقة المستهلكة لكن في وحدة زمنية. بمعنى هذاك لو ترافاي نيت على وحدة زمنية. باللغة ديال الرياضيات هي P كتساوي W sur T تتساوي U fois I fois T. بمعنى لا بويسونس P كتساوي لو ترافاي W sur وحدة الزمن l'unité de temps T. ندوزو دابا لو روندمون.
لو روندمون هو نسبة الطاقة المفيدة اللي حصلنا عليها من الطاقة المستهلكة الإجمالية. ناخدو مثلا الضو ديال البولا. الضو ديال البولا هو طاقة مفيدة، أي إنرجي أوتيل اللي حصلنا عليها من واحد الطاقة مستهلكة، وبالتالي ليكواسيون كتولي هي نو كتساوي او اوتيل على او كونسومي، بمعنى لو روندمون كيساوي الطاقة المفيدة على الطاقة المستهلكة. إلا بغينا نربطو هذا الشيء بالطوموبيل عاود غادي نقولوا بأن لو ترافاي هو الطاقة المستهلكة من طرف لو موتور ديال الطوموبيل باش يقدر يخدم لينا لي زوطر اباغاي، ولا بويسونس هي شحال ديال الطاقة كينتج هاد لو موتور في وحدة زمنية، وهي النيت اللي كنسميوها قدرة المحرك. كنحسبوها إما بالشوفال ديك اللي كنرمزو ليه بالسي في أو بالكيلو وات. وكاين لو روندمون أو الكفاءة، وهو نسبة الطاقة الميكانيك هي المفيدة اللي عطانا هاد المحرك مقابل طاقة اللي استهلك ديال احتراق الوقود. ودابا غادي ندوزو لواحد الحاجة مهمة اللي خاصنا نعرفوها حتى هي، واللي هي لو كوبلاج دي ريزيستانس. نبداو بلو كوبلاج دو ريزيستانس اون سيري. هنا كنركبوا المقاومه وحده مورا وحده في نفس لو سيركوي الكتريك. هنا نورمالمون راه نفس لو كورون الكتريك هو اللي دايز على كاع لي ريزيستانس كاملين، اما لا طونسيون توتال هي لا سوم ديال كاع لي طونسيون ديال هاد لي ريزيستانس، وبالتالي كيكونوا لي زيكواسيون باش نقدروا نحسبوا لا ريزيستانس توتال ولا طونسيون توتال او لو كورون توتال هي على الشكل الآتي. اما لو كورون دو ريزيستانس اون باراليل، هنا التركيب ديال المقاومات كيكونوا كاملين على نفس لي بول، دونك هنا كيكون نفس لا طونسيون عند كاع المقاومات، ولو كورون توتال كيكون هو لا سوم ديال كاع لي كورون ديال المقاومات، وبالتالي باش نقدروا نحسبوا لا طونسيون توتال و لو كورون توتال ولا ريزيستانس توتال كيكونوا لي زيكواسيون على الشكل الآتي. دابا السؤال ديال شي واحد اللي مجتهد غادي يقول لي واذا كان عندي لو كوبلاج دي ريزيستانس مخلطه في هاد الدعوه مرونه بين اون سيري و اون باراليل، شنو نعمل هنايا؟ غنقول لك سهله. اول حاجه بدا الحساب بلي ريزيستانس اللي مركبين اون باراليل حتى تساليهم ابري 12 وحسب في لو كوبلاج اون سيري. علاش خاصنا نعرفوا الفرق بين لو كوبلاج اون سيري و لو كوبلاج اون باراليل؟ تو سامبلومون باش فاش نبغيو نحسبوا مثلا شده التوتر ولا لا طونسيون الكتريك بواسطه الفولتمتر، خاصكم تعرفوا اننا كنركبوه اون باراليل عكس لامبيرمتر باش كتعبروا لانتونسيتي د كورون. هذا كيتركب اون سيري داخل في لو سيركوي الكتريك. وحتى باش نحسبوا لا فالور ديال لا ريزيستانس في ان سيركوي خاصنا نعرفوا انه كنركبوا لومتر اون باراليل مع لا ريزيستانس اللي بغينا نحسبوا ليها لا فالور. وهنا خاصني نقول لكم معلومه اخرى اللي مهمه سيرتو في التركيب ديال لومتر. لومتر الاخوان ما كنركبوه حتى كنكونوا متاكدين باللي لو سيركوي دي كونيكتي من اي سورس داليمونطاسيون، سينون راه غادي تحرق لكم لاباغاي. وحاجه اخرى خاصنا نكونوا متاكدين عاود باللي حتى شي ريزيستانس ما مركبه اون باراليل مع ديك لا ريزيستانس اللي بغينا نعبروا ليها لا فالور ديالها، سينون راه غادي نحصلوا على فالور غلطه. دابا السؤال هو واش الا بغينا نحسبوا هاد لي فالور ça veut dire لا بغينا نحسبوا شدة التيار ولا شدة التوتر ولا المقاومة خاصنا نشريو في كل مرة اباراي سبيسيفيك لهذا القياس؟ الجواب هو لا. هو نورمالمون كاينه اباراي اللي كتقدر تحسب لينا كاع هاد لي فالور واللي سميتها الملتي متر. الملتي متر الاخوان كيقدر يحسب لنا لو كورون الكتريك، كيقدر يحسب لنا لا طونسيون الكتريك، كيقدر يحسب لنا لا ريزيستانس الكتريك، كيف ما نقدروا نعرفوا به واش مثلا ان ديود واش خدام ولا ما خدامش، كيف ما نقدروا مثلا نعبروا به لا كاباسيتونس اي سعه المكتف مثلا. المهم عنده بزاف ديال الوظائف اللي كتوفر علينا اننا نشريو بزاف ديال لي زاباغاي باش نحسبوا هاد لي فالور. هذا ما كان الاخوان، كنتمنى يكون عجبكم لا فيديو. بغيتكم تكتبوا لي في التعليق الدروس اللي بغيتوني نفصل فيها اكثر، وهذا ما كان. تهلاو.